السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جمعة مباركة عليكم جميعا. نعمل ايه النهاردة؟ كده هننضف البطاية الحلوة دي. هنعمل معاكم كده الغدا بتاعنا من أول للآخر. هنعمل طريقة البط اللي هي العادية الخالص، من أول التنظيف لحد التسوية. اللي لسه بقى مشتركش في يوميات هناء، ينزل تحت كده كلمة اشتراك تحت الفيديو، يضغط عليها ويفعل علامة الجرس ويختار كلمة الكل عشان أول ما انزل فيديو يجيلكوا إشعار. كده بدأت، أنا كنت حاطة مية كده لحد كده ما بتغلي على النار، وأحط فيها معلقتين ملح كبار، وبحط البطة كده من جميع الجهات كده وببدأ أنضفها. وأنا بنضفها بقى بتضغطي من تحت كده لفوق جامد. لما نضفتها ما سبتش فيها أي حاجة بقى، بدأت أقطع منها بقى الرجلين دي، هنرميها طبعا. بدأت أشيل برضو الحاجات اللي هي بتشيل اللي بتعمل زفرة كده في البط. هنا فتحتها ونضفتها وغسلتها كويس، وهبدأ بقى انقعها شوية على ما اخلص بقى ايه بقية الشغل اللي ورايا في البيت، اجي اولع عليه. خليتها زي ما انتوا شايفين ما شاء الله. هنا بقى معايا حلة كده فيها مية نضيفة، حطيت فيها ايه معلقتين دقيق وشوية ملح وهعصر فيها ليمون، وهقلب كل الكلام ده في بعضه، وهسيب البطاطا فيها بقى لحد ما ايه بخلص كده، عليها نص ساعة ساعة، حسب ما انتوا عايزين يعني. هنا بقى اتنقعت معايا نص ساعة بالظبط، بقت ما شاء الله كده. وجهزت لها بقى إيه 3 بصلات كبار كده، بشرتهم وتبلتهم بفلفل وملح انا بقى بدعك البصل ده في بعضه كده لغايه ما انزل الميه بتاعته عشان احشيه البط. كان معايا هنا لوبيا نقعتها عشان أنا كمان اسلقها، اللوبيا اللي هي الناشفه. هنا حشيتها بقى بالبصل اللي انا تبلته بالفلفل والملح، وقفلتها كده، وبدات بقى ايه هجهز الحاجه اللي انا هحطها لها. معايا حله على النار كده مولعه عليها، وحطيت بقى معلقه من الزيت. اللي مش عايز يعمله بالطريقه دي ممكن يسيب الميه لما لحد ما تغلى كده يحط البط عادي الطريقتين، بس انا بحب اعمله كده. حطيت بقى طماطمايه كده وبصله وحته فلفل اخضر، معايا اللوري والحبهان، وحطيت كل بقى البهارات اللي معايا، وهديلها صدمتين كده مع الناحيتين، وهسيبها لما السوائل اللي فيها تنشف خالص تمام، وبعدين هنزل عليها بالميه بتاعتها. هنا بدأت أولع بقى على العين التانية، أحط اللوبيا عشان تتسلق. هنا البطة بديلها صدمة كده من ناحيتين كده، وبعد ما نشفت معايا تماما حطيت لها المية بتاعتها. هزود المية كده شوية، وهسيبها بقى لما تبدأ تطلع أي ريم بقى على الوش أو أي رغاوة كده، ببدأ أشتري كل ده برميه عشان الشوربة تبقى صافية. هنا كمان اللوبيا كانت قربت تستوي، وكمان جبت كده حلة ولعت عليها على مية كده، احط فيها معلقة زيت وشوية ملح عشان هعمل شوية مكرونة كده بطماطم. هنا بدأت بقى اشتري كل اي حاجة تطلع على الوش كده بدأت اشيلها. وهنا عملت كمان الصلصة بتاعة المكرونة بتاعة اللوبيا، لسه ما عملتش الصلصة بتاعة المكرونة. هنا خلاص بقى انا شلت كل حاجة طلعت من البطة على الوش، بقى هبدأ اهد عليها واسيبها تستوي براحتها على نار هادية. هنا المكرونة كمان كانت اتسلقت اهي. ومعايا حلة كده على النار، هحط بقى معلقة توم، وهحط برضو اعمل هعمل صلصة للمكرونة زي ما انا عملت للوبيا. طبعا اللوبيا انا حطيت لها برضو معلقة توم في معلقة زيت، ما حطيتلهاش برضو. اللوبيا عندي بعملها بمعلقة توم بس، بصفرها كده وبعدين بنزل بالطماطم تتسبك واحط التوابل وبعدين اللوبيا. المكرونة انا عملتها نفس الطريقة برضو معلقة توم، ولما الطماطم اتسبكت بقى حطيت بقى ايه المكرونة، حطيت لها جميع التوابل بتاعتها والملح. كده تمام، ما عادش غير الرز بس هنعمله. هنا كنت ببص على اللوبيا لقيتها داخله في السوا، هسيبها كمان دقيقتين واقفل عليها النار بقى. هسيب بقى الاكل ده لما يخلص كده براحته. عندي شويه مواعين بقى اللي انا استعملتهم،
الحلة اللي انا سلقت فيها المكرونة، والحلة اللي انا نقعت فيها البط، وشوية الحاجات دي هغسلهم كده على السريع لما الاكل يخلص. يلا اللي وصل معايا لحد هنا مينساش يصلي على النبي، واللي لسه ما اشتركش في يوميات هناء ينزل يشترك ويفعل علامة الجرس ويختار كلمة الكل. هخلصهم كلهم على السريع كده وارجع لكم تاني عشان الفيديو ميطولش عليكم. هنا خلاص غسلتهم وحطيتهم بقى يتصفوا هنا، وغسلت الحوض بالرخامة ونشفتها كمان. انا بحب انشف الرخامة، مبحبش اشوف عليها مية. وزي ما انتم شايفين الاكل لسه متولع عليه ومتهد عليه كده، عشان ما يبقاش معايا غير مواعين الغدا بقى. الحوض يبقى نضيف كده. هنا خلاص كانت اللوبيا خلاص استوت، والمكرونة كمان خلصت. لسه البطاية بتاعتنا لسه لها تكة صغيرة كده وتستوي. هنا خلاص بقى البطة كانت استوت، بوريك الشوربة لونها ما شاء الله صافية وحلوة، لان انا البطة كانت استوت على الاخر. يعني انا بسيب البط يستوي، بحبه مستوي قوي. هبدأ احمرها بقى كده، مش هحمرها في الفرن. خلاص كنت حمرتها، بوريكم ازاي ان هي مستوية ودايبة خالص. هنا الاكل كله كان خلص معايا، غرفته بقى وحطيته كده هنا على الترابيزة دي. يا رب الفيديو بتاعنا يعجبكم، ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك وتفعلوا علامة الجرس عشان يوصلكم كل جديد. اشوفكم على الف خير، مع السلامة.